تخيل معايا دلوقتي حالا لو قلت لك انك انت تمتلك دواء 24 ساعة متاح ليك وكمان ببلاش. الدواء ده لو خدته يقدر ان هو يزود لك هرمونات السعادة ويقلل لك هرمونات التوتر. ده كمان بيعمل تجديد لخلايا مخك وبيبني مسارات جديدة لخلايا اعصابك علشان يخليك قوي نفسيا وعندك مرونة نفسيا واهدى وعندك راحة نفسية. هتقولي ايه الدواء السحر اللي انا امتلكه ده وانا مش واخد بالي منه اخده على طول؟ هقول لك الدواء ده هو الدعاء، بس مش الدعاء التقليدي اللي احنا بندعي بيه واحنا سرحانين واحنا اصلا مش عارفين اصلا احنا بنطلب ايه من ربنا ولا عارفين احنا بندعي ايه بربنا. لا، انا اقصد الدعاء اليقيني، الدعاء اللي انت بتدعي بيه ربنا وانت مركز واعي انت بتدعي تقول ايه، الدعاء اللي لما بتدعيه بيكون عندك يقين قوي بالله. النهارده الحلقه الثالثه من سلسله رحله التعافي في كتاب الداء والدواء للامام الجليل ابن القيم. هنكشف سر هيغير لنا حياتنا كلها تماما. قالوا ابن القيم من 700 سنة وعلم النفس الحديث أثبته النهاردة. ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول لك جملة عبقرية جدا، بيقول لك إيه؟ الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء. عاوزك تركز كويس قوي لما قالك وهو عدو البلاء. يعني ابن القيم عاوز يقولك ان الدعاء مش بس حاجة انت بتطلبها من ربنا، لا، الدعاء يعتبر سلاح قوي يحميك ويشيل عنك كل الامراض النفسيه ويشيل عنك اي مشكله نفسيه عندك. لا، ده كمان يعتبر سلاح ضد الالام والبلاء. وخد بالك البلاء يشمل كل حاجه، يشمل ادمان ذنب او ادمان عاده انت بتعملها، يشمل اكتئاب، يشمل اي مشكله نفسيه عندك وعاوز تتعافى منها. طب ازاي بقى الدعاء يعتبر سلاح قوي ضد اي بلاء او ضد اي مرض نفسي او مشكله نفسيه انت عاوز تتعافى منها؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. طمن عليك اهم حاجه يهمني جدا راحتك النفسيه. ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيوصف الدعاء ان هو سلاح المؤمن. طب تعال نحلل بقى الجمله اللي قالها الامام ابن القيم في كتاب الدواء ده سيكولوجيا ونفسيا. انت لما بتكون في ازمه نفسيه، سواء كانت الازمه النفسيه دي ادمان او اكتئاب او قلق او صدمه او خيانه، مخك بيبتدي يدخل في حاله طوارئ بنسميها في علم النفس فايت اور فلايت، يعني يا الا تواجه يا الا تهرب. لما انت بتبتدي تدخل في الحاله دي بتبتدي تحس انك انت لوحدك وانك انت ضعيف جدا وان الكون كله ضدك وان الظروف كلها ضدك. لما بتيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى بقى، الدعاء هنا بيعمل حاجه بنسميها في علم النفس اخراج الحمل، يعني تاخد الهم اللي جواك ده وتسلمه لقوه عظمى، قوه اكبر منك، هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قادر على كل شيء، ربنا اللي يمتلك القدره المطلقه، ربنا اللي قادر ان هو يعافيك وان هو يشيل عنك البلاء ده. اللحظه اللي انت بتدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى بتقول يا رب انا وكلتك امري كله، يا رب انا فوضتك كل اموري وسلمتك يا رب كل اموري. في ابحاث نفسيه اتعملت اثبتت انك انت لما بتعمل كده، اللحظه اللي انت بتدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى، مخك بيبتدي ان هو ياخد اشارات امان فوريه، جهازك العصبي بيبتدي ان هو يهدى، وكمان القلق والتوتر بيبتدوا ان هم يقلوا خالص. ويجي هنا ابن القيم يوصف العلاقه ما بين الدعاء والبلاء. يقول لك ابن القيم في كتاب الداء والدواء الدعاء والبلاء يعتلجان، يعني بيتصارعوا. تخيل ان المشكله النفسيه اللي انت عاوز تتعافى منها ايا كانت هي ايه، او المرض النفسي عامل زي الوحش بيهجم عليك، والدعاء عامل زي ايه، الصدادات، عامل زي الدرع كده بيصد الهجمات دي وبيحميك من الهجمات دي. ولو مفيش دعاء الوحش هيدمرك، هينهشك، هيجيب اجلك. ولو في دعاء بقى، حتى لو البلاء نزل الدعاء هيخففه. يعني الانتكاسة اللي ممكن تخليك ترجع للصفر تاني وتخلي نفسيتك ضعيفة وما عندكش اي إرادة، او الصدمة اللي كانت ممكن تنهي تكسرك هيتحصل لك خدش بسيط جدا. ليه؟ لانك انت مسلح ومحمي بالدعاء. في علم الأعصاب اكتشفوا إن الدعاء بيعمل حاجة اسمها إعادة هيكلة الأفكار. لما بتدعي ربنا إن هو يعافيك من الإدمان العادة أو إدمان الذنب اللي أنت مش قادر تبطله، أو إن هو يعافيك من العلاقة السامة دي، وإن هو يشيل من عندك التعلق المرضي ده، أو إن هو يعافيك من أي مشكلة نفسية عندك، أنت هنا بتسيطر على المراكز الخوف الموجودة في مخك وبتنشط الفص الجبهي المسؤول عن اتخاذ القرار والهدوء. فالدعاء يعتبر مش هروب خالص
خالص من الواقع اللي انت فيه او المشكله النفسيه اللي انت فيها. لا، الدعاء يعتبر اقوى اداة بيولوجيه بتستخدمها علشان تسيطر على جهازك العصبي، فتبتدي تواجه المشكله النفسيه دي وتواجه الواقع بعقل صافي من غير اي تشتت وبقلب قوي. وده اللي بالظبط ابن القيم بيقولك في كتاب الداء والدواء، ان الدعاء بيشتغل على اصل الداء اللي في قلبك، على اصل المشكله النفسيه اللي هي عندك وانت عاوز تتعافى منها، مش مجرد مخدر ومسكن للالم اللي عندك. وهنا نوصل لاعمق واخطر جزء في الحلقه النهارده، وهي نظريه المصارعه اللي قال عليها الامام الجليل ابن القيم في كتاب الداء والدواء. ابن القيم في كتاب الداء والدواء وصف ان العلاقه ما بين الدعاء والبلاء اللي هو المرض النفسي او المشكله النفسيه اللي انت عاوز تتعافى منها، هي عامله زي المعركه الحربيه حقيقيه بتحصل في الغيب وانت ما بتكونش شايفها. وهو قال كده بالظبط في كتاب الداء والدواء، بيقول لك الدعاء عدو البلاء ويتصارعان الى يوم القيامه. وابن القيم بيقولك ان في المعركه اللي بتحصل ما بين الدعاء والبلاء بيحصل 3 احتمالات نفسيه وواقعيه. انت بقى لازم تعرف انت في انهي واحد فيهم من ال3 دول. الاحتمال والسيناريو الاول هو ان الدعاء يكون اقوى من البلاء. وده بيحصل امتى بقى؟ بيحصل لما انت بتيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى بقلب حاضر وبيقين قوي، فيجي الدعاء اللي انت دعيته ده يدفع البلاء قبل ما ينزل عليك او يمنع الانتكاسه قبل ما تحصل لك. وده بنسميه في علم النفس المناعه النفسيه. يعني دعائك لربنا بيديك وبيخلي عندك مناعه نفسيه قويه. السيناريو والاحتمال الثاني هو ان يكون الدعاء أضعف من البلاء، وهنا تكون الأزمة. وده بيحصل بسبب ضعف يقينك بالله، وأكتر بيحصل بسبب الذنوب والمعاصي اللي انت بتعملها. وخد بالك ده اللي حرص عليه وده اللي شدد عليه وأكد عليه الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، إن بيقولك إن الذنوب والمعاصي يعتبر أقوى سبب يخلي دعائك أضعف من البلاء، وهنا البلاء يغلب الدعاء والمشكلة تحصل. بس خد بالك برضو الدعاء ليه تأثير. الدعاء في الحالة دي بيخلي البلاء خفيف عليك، وده اللي وصفه بالظبط الإمام ابن القيم وهو بيقولك ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا. أما الاحتمال الثالث والسيناريو الأخير وهو التدافع والمقاومة ما بين الدعاء والبلاء، يعني يكون في مصارعة مستمرة ما بينهم هما الاثنين. وده اللي ابن القيم بيوصفه لك وبيقولك يعتلجان إلى يوم القيامة. ودي تعتبر حالة المجاهدة، يعني أنت بتجاهد نفسك. وعشان كده يقولك ان من اصعب حاجة هي مجاهدة النفس، يعني يوم ليك ويوم عليك، يوم تنتكس ويوم تقوم من تاني وتقف على رجليك وتقاوم وتكون عندك ارادة قوية، ويوم تحس انك ضعيف ويوم تحس انك قوي. احنا دورنا بقى ان احنا نقوي جانب الدعاء علشان يغلب البلاء، يغلب المشكلة النفسية اللي انت عاوز تتعافى منها. وخد بالك 3 احتمالات اللي انا لسه قايلهم لك دول بتفسر لنا ليه دايما بيجي علينا اوقات بنتحسن وبيجي علينا اوقات تاني بننتكس، ويجي علينا اوقات بنتحسن ويكون عندنا قوة إرادة، ويجي علينا اوقات بننتكس، وتفضل الدايرة ماشية كده بينا. ده مش فشل على فكرة، ده مصارعة شغالة بنسميها في العلاج النفسي بناء المرونة. طول ما انت بتدعي انت لسه جوه الحلبة بتصارع مع المشكلة النفسية اللي انت عاوز تتعافى منها. وطالما طول ما انت في الحلبة يبقى انت كده مش ضعيف ولا فشلت انك انت تتعافى، ولسه المرض او المشكلة النفسية مش كسبتك. ابن القيم بيقولك زود جرعة الدعاء، كتر من دعائك وقوي يقينك بالله علشان ترجع تكسب البلاء، عشان ترجع تغلب البلاء وتديله ضربة قاضية كده. ومن اخطر الحاجات اللي ابن القيم قالها في وصف الدعاء قالك ويمنع نزوله. يعني بس الدعاء مش يعتبر علاج ليك، لا ده كمان يعتبر وقاية ليك، يعني حماية ليك. بما ان انا ثيرابي ولايف كوتش، في الكوتشنج بنعلم الناس حاجة اسمها إدارة الأزمات قبل ما تحصل، إزاي تدير أي أزمة قبل ما تحصل لك. والدعاء يعتبر بقى درع نفسي ليك، يعني يحميك من أي أزمة قبل ما تحصل لك، يحميك من أي انتكاسة. وده يحصل إمتى بقى؟ لما أنت تكون منتظم في أذكارك، يعني تكون منتظم اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاك جامد بيها جدا، أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء يعتبر أقوى وقاية وحماية ليك من أي انتكاسة. لما أنت بقى تكون منتظم في الدعاء، منتظم في أذكارك واورادك اليوميه، بتبتدي وانت الحاجات دي بتحصل غيبيه انت ما كنتش شايفها، بتبتدي انك انت تبني سور كده عالي، حصن يحميك من اي حاجه، بتبني سور عالي كده حوالين سلامه
سلامك النفسي. فلما تجيلك صدمه بقى مفاجاه، زي مثلا يعني لو انت بتحاول انك انت تتعافى من ادمان العاده السريه او الافلام الاباحيه، فلما انت مثلا قاعد على التليفون بتقلب في الريلز، فاول ما يظهر لك مثلا فيديو كده ايه يثيرك ويخليك ايه بقى، فيديو مثلا فيه راس او اي حاجه مثلا ايه تخليك انك انت تعلي عندك الشهوه انك انت ترجع تسمع الافلام الاباحيه وتتفرج على الافلام الاباحيه وترجع تعمل عاده سريه. فانت طول ما انت قايل اذكار الصباح واذكار المساء ومنتظم عليها، تبتدي بقى السور ده يمنع على طول ويحميك من اي انتكاسه. فبدل ما تنتكس لا، تمسك نفسك وتقاوم. وده اللي ابن القيم يقصده لما قال لك يمنع نزوله او يخفف اذا نزل. كالعاده طبعا القهوه خلصت واحنا لسه ما خلصناش الحلقه، فهم عامل لي قهوه دلوقتي واجي بسرعه. طيب انت دلوقتي هتقولي يا صاحبي يا عموره انا دلوقتي دعيت بس ما حصليش حاجه، اعمل ايه بقى؟ يجي هنا ابن القيم يوصف لنا كورس علاجي نفسي كامل ويقول لنا ومن انفع الادويه الالحاح في الدعاء. الالحاح في الدعاء معناه انك انت تلح جامد على ربنا، تزود الدعاء جامد، تفضل تلح كتير قوي على ربنا ان هو يعافيك من المشكله النفسيه اللي انت مش قادر انك انت تتعافى منها دي. العلاج النفسي والتعافي النفسي من اي مشكله نفسيه، التغيير والتعافي مش بيجي مره واحده، بيجي بالتكرار. المسارات العصبيه الموجوده في مخك اللي بتدي اشارات وفيها اشارات المشكله النفسيه اللي انت عايز تتعافى منها دي مش بتتغير من مرة واحدة، لا بتحتاج تكرار. فالإلحاح في الدعاء وكتر دعائك بيعمل حاجتين مهمين جدا انت محتاجهم علشان تتعافى. بيعمل اول حاجة تأكيد الرغبة، انت بتوصل رسالة لعقلك وبتفهم مخك انا مصمم ان انا اتعافى. تاني حاجة بيعمل بناء الرابط، يعني كل ما تدعي ربنا وتلح في دعائك على ربنا ده بيخلي عندك يقين اكتر بالله، وده اللي بيخليك عندك ثقتك في نفسك بتزيد، وثقتك في نفسك انك انت تتعافى من المشكله النفسيه دي بتزيد اكتر. ولازم تاخد بالك ان ابن القيم يجي يقول لنا هنا في كتاب الداء والدواء من لم يسال الله يغضب عليه. طب ليه بقى؟ لانك انت لما ما بتسالش ربنا ومش بتطلب المساعده من ربنا، هنا اكنك بتقول انا مش محتاج مساعده، انا اعرف اتعافى مع نفسي. وهو ده الكبر اللي بيمنع عنك انك انت تتعافى من المشكله النفسيه دي. لكن لما انت بقى تلح على ربنا في الدعاء وتكتر من دعائك، انت كده بتعلن افتقارك، بتعلن احتياجك، بتعلن انك انت ضعيف ومحتاج مساعده. فتبتدي الرحمه والسكينه من عند ربنا تنزل عليك، بيبتدي يكون عندك قوه اراده رهيبه تساعدك على انك انت تتعافى من المشكله النفسيه دي. طيب نيجي بقى لاهم جزء في الحلقه دي كلها، ازاي نحول الدعاء لجلسة علاج نفسي من التعافي المشكلة النفسية يوميا ليك. خد عندك بقى روشتة التعافي النهاردة من كتاب الداء والدواء في الحلقة دي. اولا حدد الداء، حدد المشكلة النفسية اللي انت عاوز تتعافى منها بالظبط ايه هي. ما تقولش يا رب اشفيني يا رب عافيني وخلاص، انا عارف طبعا كده عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى عليم ايه المشكله النفسيه اللي انت عاوز تتعافى منها، لكن وانت بتدعي قول يا رب خلصني يا رب من الفكره دي، يا رب شيل عني يا رب التعلق المرضي الموجود عندي في قلبي، يا رب قويني وقويني على العاده، يا رب عافيني من ادمان العاده اللي انا بعملها دي ومدمنها دي، يا رب خلصني وعافيني من الذنب اللي انا مدمنه. مهم جدا وانت بتدعي حدد ايه المشكله النفسيه اللي انت عاوز تتعافى منها. ابن القيم بيعلمنا ان التشخيص يعتبر نص العلاج. تاني حاجه استخدم سلاح الالحاح، خصص وقت ثابت في يومك يكون في الوقت ده انت بتدعي فيه ربنا سبحانه وتعالى بان هو يعافيك من المشكله النفسيه دي. يا سلام بقى لو يكون وقت قيام الليل، يا ده انت حياتك دي بقى مش انت بس مش هتتعافى من المشكله النفسيه دي، ده انت حياتك دي هتتشقلب وهتتغير 180 درجه كلها. برضو يعتبر احسن وقت انك انت تدعي وتكرر الدعاء ده قبل ما تنام، لانك انت كده بتبرمج عقلك الباطن على الهدف ده، على هدف انك انت تتعافى من المشكله النفسيه دي. تالت حاجه استقبل بقى السكينه اللي بعد الدعاء. بعد ما تخلص دعائك مع ربنا اقعد مع نفسك كده قاعده كده مريحه، خد نفس من بطنك وطلعه كام مره كده واستقبل الراحه النفسيه والسكينه. استشعر كده انك انت رميت الهم واللي جواك على ربنا وفوتت مشكلتك النفسيه وفوتت كل امورك وهمك لربنا سبحانه وتعالى اللي مسؤول عنك، اللي مسؤول عن حياتك. الدعاء مش يعتبر مخدر ولا مسكن بنهرب بيه من الواقع او المشكله النفسيه اللي احنا عاوزين نتعافى منها. الدعاء يعتبر طاقه بنواجه بيها الواقع، بنواجه بيها وبنحارب بيها المشكله النفسيه اللي احنا عاوزين نتعافى منها. فلو انت بجد بتدور على العلاج الحقيقي
عشان يخليك انك انت تتعافى من المشكله النفسيه دي، ابتدي من هنا. اما بقى بكره بقى في الحلقه الجايه هنتكلم عن الناس اللي هي بتدعي بس بتعمل غلطات كارثيه بتخلي دعائها ما يستجابش، وهي موانع الاجابه. ايه الحاجات الناس اللي هي بتعملها دي وهي ما بتكونش بتعملها وهي ما بتكونش واخده بالها بتخلي ان هي دعائها ما يستجابش خالص وتمنع استجابه دعائها، وازاي تنظف قلبك علشان تستقبل الشفاء، عشان تستقبل التعافي من المشكله النفسيه دي. وبرضه هندخل في منطقه القضاء النفسي والقدر، يعني هل فعلا الدعاء ممكن يمسح حاجه مكتوبه عليك، حاجه مكتوبه في قدرك؟ اجابه الامام ابن القيم في الحلقه الجايه هتكون صدمه بس مريحه في نفس الوقت، وهتعالج عقده العجز والتواكل اللي عند كتير مننا. فاستنوني بكره، وما تنساش تعمل دلوقتي اشتراك ولايك الفيديو علشان اول ما الحلقه تنزل على طول تسمعها. واشوفكم على خير بكره، وما تنساش انا عموره ثيرابي كوتش، ويهمني جدا راحتك النفسيه.